Welcome to our channel. أنا دينا أسامة وده برنامج English Dubs. إزاي تبدأ محادثة أو conversation؟ الموضوع بينقسم لكذا حاجة وبيختلف على حسب الموقف اللي انت فيه أو المكان اللي انت فيه وعلى حسب الشخص اللي بتتكلم معاه. يعني لو بتتكلم مع واحد صاحبك قريب منك غير لو بتتكلم مع واحد زميلك في الشغل غير لو بتتكلم مع واحد لسه هتتعرف عليه. لو مع صديقك ممكن تقول What's up What's up What's new What's new والاتنين معناهم ايه الدنيا او ايه الاخبار يعني. والاتنين علشان ترد عليهم بتحكي عن حاجة بتحصل في حياتك الفترة دي او لسه حصلة لك قريب، يعني عامة حاجة جديدة في حياتك. ولكن لو مفيش جديد في حياتك او مفيش حاجة تحكيها هتقول not much not much not much او not much. الاتنين صح، وهي بتختلف بس ان not دي British و not American، لكن كبرونسيشن او كنطق الاتنين صح. ولكن ناخد بالنا ان حرف التي في اخر الكلمة ما بنتكش عليه قوي، بناكله كده ما بين الكلمتين، فما بنقولش not much او not much، بنقول not much او not much، بناكل حرف التي شوية. وممكن كمان تقول how's it going how's it going how is it going how's it going how's it going، ومعناها الدنيا ماشية معاك ازاي. وبترد عليها ممكن تقول good good great great not so good not so good not so good not so good. وبعد كده بقى تقول ايه السبب ان الدنيا مش تمام معاك او ايه المشكلة اللي عندك. ومعلومة عليك ده شيء impolite ان انت تكون بتتكلم مع صديقك وتقول ان انت متضايق او في مشكلة عندك من غير ما تقول السبب او تحكي التفاصيل. لكن لو بتتكلم مع حد انت ما تعرفوش قوي او مش قريب منك فانت هتقوله تمام وخلاص حتى لو انت مش تمام. في حالة بقى انك بتتكلم مع حد زميلك في الشغل فالموضوع هيكون formal اكتر. هتقول how are you doing 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 how's your day going how's your day going how is your day going how is your day going have you got any plans for the weekend have you got any plans for the weekend have you got any plans for the weekend. في حالة بقى لو انت في مؤتمر او في ايفنت شغل اسمه ايفنت مش ايفنت. لو انت في ايفنت شغل او في مؤتمر فانت لو قاعد جنب شخص حابب ان انت تتعرف عليه، حاسس انه اوكي انت تتعرف على الشخص ده، فانت هتقول التالي عشان تتعرف عليه. عشان تبدأ مع الشخص ده محادثة او conversation ممكن تقول I don't think we have met I'm أحمد I don't think we have met I'm أحمد. we have هنختصرها ل with أو we have as you like. I don't think we've met I'm أحمد، ومعناها ان احنا انا اعتقد ان احنا ما تقابلناش قبل كده، انا فلان احمد او اي شخص اي اسم يعني. where are you from where are you from where are you from يعني انت منين. where are you from. لو انت مثلا في المؤتمر او في الايفنت بيكون في شخص بيتكلم اللي هو السبيكر، فانت ممكن تقول له what did you think of the speaker what did you think of the speaker what did you think of the speaker what did you think of the speaker. يعني انت رأيك ايه في السبيكر او المتحدث اللي كان بيتكلم في المؤتمر او في الايفنت. which company are you from which company are you from يعني من اي شركة، يعني انت من اي شركة، انت ايه الشركة اللي انت منها فانت جاي تبعها في المؤتمر او في الايفنت ده. which company are you from. كده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة. اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة، ولو عندكم اي سؤال سيبوه في الكومنتات وهنرد عليكم. كانت معاكم دينا أسامة من English Dubs.